كل الناس اللي في المدينة دي كانوا دايرين وتخان، حتى الكلاب، وبياكلوا 3 وجبات في اليوم، وكل وجبة بتبقى من نفس الطبق اللزج ده، وبيعتبروا الأكلة دي هي سر اللياقة بتاعتهم. لكن الولد ده زهق من الروتين وقرر يغير. في يوم بص على الشباك وشاف عصفور بيطير بسهولة وحرية وسرعة، فقال لنفسه: هو أنا ليه مش زي العصفور؟ ليه ما طيرش؟ فاشترى حزمة بالونات، وفعلا بدأ يطير شوية بسيطة، وكان فرحان جدا. بس فجأة الحبل اتفك والبالونات طارت. مع ذلك ما استسلمش، قرر يجرب حاجة تانية، فاشترى طيارة ورق كبيرة، بس بدل ما تطير كانت بتزحلقه على الجليد، وهو ما كانش قادر يطير بيها. في يوم لبس جناحات وقرر يطير تاني، لكن كل الناس ضحكت عليه، حتى أخته كانت بتسخر منه. ولما وقع على الجليد وهو واقع شاف العصفور واقف على الشجرة بياكل توت، فقرر يقلد العصفور. جاب طبق وبدل الأكل اللي كل أهل المدينة بياكلوه، بدأ ياكل توت. وبعد 10 أيام بس من أكله للتوت قدر ينزل وزنه وبقى يجري برشاقة. أهل المدينة كلهم اتفاجئوا لما حقق حلمه، لبس جناحاته وجرى مرة تانية لحد ما في الآخر نجح وطار زي العصفور.